الجملة دي فيها خطأ، ده الهوم ورك بتاعك. أقول لك حاجة، فيها لون مختلف، فيها لون مختلف، قول لي اللون اللي أنا كاتبه غلط. وبركاته، ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيك في تاني فيديو من الكورس بتاعنا، في تاني فيديو من السمر كورس بتاعنا. بعد ما نزلنا أول محاضرة كانت عبارة عن درس ال A وال N وعلاقته بالحروف المتحركة، وعرفنا إن مسمهاش حروف متحركة، اسمها أصوات متحركة، اللي يهمني في الحرف صوته عشان أعرف أختار بين ال A وال N. إن شاء الله طالعين بقى في الجد بقى، نخش بقى على الإنجليش في التأسيس بتاعه. يعني مثلا أنا لما أجي أبدأ هقول لك إيه الأساس في الإنجليزي؟ إيه الأساس؟ الجملة. يبقى النهاردة هناخد structure of sentence، structure of the sentence اللي هي تركيب الجملة. طيب، تركيب الجملة في اللغة الإنجليزية بيتكون من إيه؟ حد عارف؟ الجملة في اللغة الإنجليزية بتتكون من إيه؟ بتتكون عندي حاجة اسمها فاعل، تاني حاجة اسمها فعل، تالت حاجة اسمها مفعول. تمام، وفعل ومفعول. عندي بس استفسار هنا يا باشا، الجملة الخبرية، عشان احنا عندنا كذا نوع من الجملة في اللغة الإنجليزية. أنا بتكلم في الجملة الخبرية، الجملة العادية بتاعتي بتتكون من إيه؟ بتتكون من فاعل وفعل ومفعول. اديني اقلب بالإنجلش subject والverb والobject. طيب، يبقى سؤال بريء، structure of sentence تاني محاضرة النهاردة تكون من الجملة، تكون من فاعل وفعل ومفعول. 3 نقط، فاعل وفعل ومفعول. هنعمل ايه النهارده؟ هناخد لك الفاعل اللي بنبدأ بيه الجملة ونشرحه كل تفاصيله وكل الحاجات المرتبطة بيه. طيب، هديك جملة عادية، I play football. ترجم، أنا بلعب كرة قدم. يلا بينا. فين الفاعل اللي بدأت بيه الجملة؟ أدي الأي ده الفاعل. طب بلاي فعل بمعنى يلعب، والفوتبول ده المفعول. يبقى خدت معلومة وطبقت عليها. المعلومة الأولى في تركيب الجملة فاعل وفعل ومفعول. I play football. I ده فاعل، play ده الفيرب، فوتبول ده المفعول. تمام. هيمسك أول حاجة الإيه؟ السبجكت اللي هو إيه؟ الفاعل. يلا كرر معايا حد من الشباب الإعدادية أو الابتدائي. الجملة بتتكون من إيه يا حبيبي؟ فاعل وفعل ومفعول. الجملة بتتكون من إيه؟ فاعل وفعل ومفعول. إيه اللي بالإنجلش؟ subject verb object. subject verb object. تمام كده. أول نقطة عايزك تعرف في الفيديو ده. طيب، الفاعل عندي قال لي يا مستر بيكون حاجتين، في شكل حاجتين، ممكن يكون اسم أو ضمير. الفاعل اللي بنبدأ بيه الجملة ممكن يكون اسم شخص أو اسم أو ضمير. إزاي؟ بص، أحمد لايكس أبلز مثلا، أبل. أحمد لايكس أبل. أحمد ده اسم شخص، اسم شخص. أنا محمد، أنا اسمي محمد لايكس أبل. محمد بيحب التفاح، ده اسم شخص. طيب، عايز بقى من الاسم ده أخليه ضمير. أحمد ده بيحل محل الضمير، ضمير الفعل اللي هو إيه؟ هي. طب بدل بقى، يبقى هي لايكس أبل. تاني، الفعل بيكون حاجتين، اسم شخص، اسم مثلا اسمه ده حيوان، اسم نبات. ممكن بقى والشكل التاني يكون ضمير، وبنسميه ضمير فاعل. ليه؟ عشان هو حل محل الفاعل، محل تكوين الفاعل. أحمد ده subject، هي ده subject، likes ده الفيرب، وابلز ده الاوبجكت. طيب يا مستر انت عايز تقول لي ايه؟ الفاعل ليه صورتين، اسم وضمير. طب ضمير، انت بتقول ضمير فاعل اللي هو ايه؟ subject pronouns.
subject pronouns اللي هو ضمير الفاعل. طب يا مستر احنا خدنا فيه جدول كده بيتكون من 5 حاجات او من 4 حاجات كنا بناخده وكناش عارفين هو مين ضمير الفاعل ومين ضمير المفعول. الكورس بتاعنا زي ما انت بتقول كده، خدت معلومه هطلع المعلومه الثانيه. يعني مثلا الفاعل بيكون اسم شخص او ضمير. طب ضمير الفاعل ده في حاجات اخواته في التاسيس. ده نظام الكورس بتاعنا. خدت معلومه ادتني معلومه ثانيه طلعت منها اسمه ده درس في المنهج عندك. تمام. فانت دلوقتي بتقول لي احمد لايكس اب. احمد ده الفاعل بيحل محله ضمير الفاعل هي. طب انا عايز اخد ضمير الافعال التانية. طب ماشي، ما انت كده عندك ضمير فاعل وعندك صفة ملكية وعندك الجدول المعروف اللي هو البروناونز الكاملة. فانا جيت وحطيته لك كله. تاني المحاضرة اللي بعدها هناخد الفيربس. عندك كام نوع من الفيربس؟ عندك فعل ناقص وفعل اساسي فعل مساعد. هناخد الثلاثة. ده نظام الكورس بتاعنا بفضل الله بيبقى مرتب على حسب دماغ الطالب. اديتك معلومة طلعت معلومة تانية. يلا بينا بسم الله. انا لسه قايل لك ضمير الفاعل. طب انا هاخد ضمير الفاعل subject pronouns اللي هي ايه؟ ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل. طب adjective يعني صفة، possessive يعني ملكية، يبقى على بعضها ايه؟ صفات ملكية. صفات الملكية ضمائر الفاعل وصفات الملكية. object pronouns. object يعني احنا لسه واخدين اللي هو المفعول. pronouns يعني ضمائر، يبقى ضمائر مفعول. طب possessive يعني ملكية. pronouns يعني ضمائر، يبقى ديت ضمائر ملكية. طب لا ايه، انا اديتهم لك واديتك الاستخدام بتاعهم وهناخد الاكزامبل بتاعتك. تمام، ركز معايا. subject pronouns و possessive adjective و object pronouns و possessive pronouns. الجدول مهم. في حاجة خامسة ناقصة. ايه هي؟ في حاجة خامسة، في نوع من الضمائر ناقص. اللي عارفه في نوع ناقص، اللي عارفه يكتب لي في الكومنتس. تاخد الهوم ورك بتاعك بس شوية. فهنا عندك subject pronouns ضمائر الأفعال. أنا لسه قايل عايز آخد بقية الضمائر. I أنا، هي هو، she هي، هو she هي، we نحن، they هم، you أنت أو أنتِ، it هو أو هي لغير العقل. تاني عشان احنا بنأسس. اللي مش عارف ضمائر الأفعال قول ورايا. I يعني أنا، he يعني هو، she يعني هي، we يعني نحن، they يعني هم، you أنت أو أنت مذكر أو مؤنث، it هو أو هي لغير العقل. كده أنت خدت ضمائر الأفعال. هناخد بقية الضمائر وعشان ناخد الاستخدام بتاعها عشان ناخد الإكزامبل ويبقى كده خلاص، بس هناخدهم بس كاملين. possessive adjective اللي هي صفة ملكية. I صفة الملكية بتاعته my، he his، she her، we our، they their، you your، it its. خلي بالكم في فرق من دي ودي. ديت صفة ملكية، أما دي it is. تمام، دي صفة الملكية. خلي بالك منها إن الإس لازقة في التي، مفيش هنا أبوستروفي. طيب ضمائر المفعول اللي هي object pronouns. الأي تبقى me him her us them you it. طيب الضمائر الملكية mine his hers ours theirs yours its. خلي بالك إن الضمائر الملكية غالبا بيبقى فيها اس، يعني هنا here هنا hers، هنا مثلا our هنا ours، هنا مثلا their هنا theirs، هنا your هنا yours، هنا it هنا its. تمام، خدها سكرين واحفظها. خدها سكرين. طيب الفكره يا باشا بقى الاستخدام بتاعها، وانا جايب لك الاكزامبل وهثبت لك المعلومات وجايب لك الخلاصه. ركز معايا. امتى بقى استخدم البرونونز ديت؟ عشان انا حاسس ان انا دماغي دخلت في بعضها. معلش انا هقول لك بطريقه مبسطه دلوقتي. هنا اول استخدام انت عرفته من تكوين الجمله اللي احنا لسه قايلين ان السبجكت، ان ضمير الفاعل يحل محل الفاعل. طب الفاعل بيجي فين؟
أول الجملة، يبقى أنت استنتجت إن ضمير الفاعل بيأتي في أول الجملة. ضمير الفاعل ده لازم يجي في أول الجملة. ضمير الفاعل لازم يأتي في أول الجملة. لازم يأتي في أول الجملة. لازم أبدأ بالجملة. طيب، يأتي بعد الفعل. ما هو يأتي بعد الفعل؟ ما هو I. هنا لما قلت هي أحمد بيحل محل، يجي بعده لايكس، ده الفيرب. يبقى ضمير الفاعل ده يجي بعد الفعل أهو. ده الفعل، الفيرب بتاعي الأساسي اللي في الجملة. ده ضمير الفاعل جه بعده الفعل. في هنا نقطة، وضمير المفعول. إن ضمير الفاعل يجي بعده الفعل. طب وضمير المفعول برضه بيجي بعده الفعل، بس الشرط الأساسي إن ضمير الفاعل بيأتي في أول الجملة. طب ضمير المفعول ما بيأتيش في أول الجملة. تمام؟ بص، خدها من معناها. ضمير فاعل بيجي في أول الجملة. طب ضمير مفعول لا، المفعول بيجي في الآخر. تمام. صفة ملكية. الصفة تصف موصوف، والموصوف لازم يكون اسم. يبقى صفة ملكية لازم يجي بعدها اسم. ماي كار دي اسم. صفة ملكية جت قبلها، قالت ماي كار يعني سيارتي. ملكية، نسبت الملكية ليا. سيارتي. طيب، ضمير المفعول بيأتي بعده فعل، يأتي بعد حرف جر. ضمير المفعول يأتي بعد الفعل أو يأتي بعد حرف الجر. حرف الجر زي إيه؟ يعني with. ضمير الملكية لا يتبع باسم. وخدها مني، لا يتبع باسم. وخدها مني، تيجي في آخر الجملة. ضمير الملكية يأتي في آخر الجملة. هتلاقيه دايما في آخر الجملة. في آخر الجملة. ما هو اسمه ضمير ملكية يأتي في آخر الجملة. طيب، نقول تاني. ضمير فاعل. بص ما تبصش هنا، بص معايا. ضمير فاعل لازم يجي في أول الجملة ويجي بعده فاعل. ضمير فاعل. طب ضمير مفعول لا، تيجي إيه بعد الفعل، وبتيجي إيه بعد حرف جر. هنا ضمير مفعول يأتي بعد حرف جر ويأتي بعده فعل. طب صفة ملكية، صفة بتصف الاسم، تصف موصوف. الموصوف لازم يكون اسم. صفة ملكية لازم يجي بعدها اسم. طب ضمير ملكية لا تتبع باسم. خدها مني، تلاقيها دايما في آخر الجملة. في آخر الجملة. يجي بقى نفهم الألوان مهمة في الإكزامبل، عشان ده هو الهوم ورك بتاعك. تعرف اي ده، عايزك تاخد لي اي ده وتدور لي في الجدول ده فين اي فين اهو. ضمير فاعل يأتي في بداية الجملة. وصلت؟ ضمير الفاعل اي بيأتي في أول الجملة أو يجي في أول الجملة. الشرط الثاني جه بعده الفعل بلاي. بلاي فاعل. طيب، البلاي ده الفيرب. فوتبول اوبجكت. ودي بقت الجملة. with ده معناها ده حرف جر. ايه اللي بيأتي بعد حرف جر؟ مستر، ما انت قلت لي اللي بيجي بعد حرف جر ضمير مفعول. طب بص بس ايه اللي جاي بعده؟ ماي، صفة ملكية. طب بص، صفة الملكية وصفت ايه؟ وصفت ناون، اسم. فريندز يعني أصدقاء. يعني ماي دي صفة ملكية جت قبل فريندز عشان تصفه. فريندز ده اسم. ماي فريندز يعني أصدقائي. أنسبت فريندز دي أنسبت إن هم دول أصدقائي أنا، مش أصدقاء حد، مش أصدقائه. قبل الاسم عشان تصفه. طيب، هي. خد لي هي ده ودور عليه. هي فين؟ أهو. ضمير فاعل. بص لما أبدأ بضمير لازم يكون بضمير فاعل. أهو أهي أهو. هي هنا ضمير فاعل. لازم نبدأ الجملة بضمير فاعل. ضمير فاعل. طيب، he will visit me. خد مي ده. دور. ضمير مفعول يأتي بعده الفعل أهو. visit أهو، ده فيرب أهو. فيرب. إيه اللي جه بعده؟ ضمير مفعول. يبقى أول حاجة ضمير مفعول يأتي بعده الفعل ويأتي بعد حرف الجر. خد بقى اللي بعد حرف الجر. don't speak with. ده حرف جر.
اللي يجي بعد حرف الجر ضمير مفعول. ذم اهو، ذم اهي، ذم. خد دور لي على ذم في الجدول هتلاقي ذم. اطلع فوق ضمير مفعول يأتي بعد حرف الجر. ضمير المفعول يأتي بعد حرف الجر، يأتي بعد حرف الجر. ركز لي بقى في دي عشان دي فانا تقريبا اولى اعدادي او تانية اعدادي الترم التاني حاجه زي كده، اللي هي الملكيه. بص يا This is my pen. بص ماي اهي، خد ماي ودور لي عليها في الجدول. ماي فين؟ ماي اهي، صفة ملكية يجي بعدها ايه؟ اسم. بن ده قلم، نون. قلم ده ايه؟ نون. بن ده قلم، نون. This is my pen. بص، هذا يكون قلمي، صفة ملكية. هذا يكون قلمي. بص بقى، This pen is mine. ناخد حاجة mine دي. خد كده ودورها لي في الجدول. فين mine؟ اهي، ضمير ملكية لا تتبع باسم. هل mine جه بعدها اسم؟ هل pen جه بعد mine؟ لا. خد المثل قال لك ايه؟ تأتي في آخر الجملة اهي. ادي الجملة اهي. جه بعد اسمها، جه بعد ضمير الملكية حاجة، ما جاش بعد ضمير الملكية حاجة، يبقى تأتي في آخر الجملة. بص بقى، هذا، بص، هذا يكون قلمي. هذا القلم يكون ملكي. هذا يكون قلمي. هذا القلم يكون ملكي. القلم ده بتاعي. تمام، ركز في دي. He took his book. He took his book. الجملة دي فيها خطأ، ده الهوم ورك بتاعك. أقول لك حاجة، فيها لون مختلف. قول لي اللون اللي أنا كاتبه غلط. تمام، يبقى دي هوم ورك بتاعك. ديت ايه؟ الهوم ورك بتاعك. في لون غلط في الجملة دي، اكتب لي في الكومنتس. تمام، اكتب لي في الكومنتس كده. structure of sentence تكون من فاعل وفعل ومفعول. خدت لك الفاعل بيكون اسم او ضمير. طب ضمير فاعل ومستر، في ضمير مفعول، في صفة ملكية، وفي ضمائر ملكية. في ليه ده؟ هكتبهم لك في جدول وطبقنا عليهم. الانجليش يا جماعة معلومة تدي معلومة تانية، توصل معلومة تانية عشان تكون اللغة. تمام، افهم طريقة المذاكرة مع الإنجليش مش تاخد كلمات وتقعد تحفظ. مفيش النظام ده. الإنجليش ربط أفكار بأفكار عشان معلومة مع معلومة تبني اللغة بتاعتك. تمام؟ لو عجبك الفيديو شيره عشان يوصل لكل جديد. استنونا الحلقات اللي جاية ضرب نار.